بعض الشباب المصدقين على البخيتي او ما زالوا حتى كذا يصدقوه. الرجل كان من عام 2000 ل 2004 شيوعي، ومن 2004 ل 2012 حوثي، ومن 2012 ل 2014 مع القاء المشترك والاصلاح، ومن 2014 ل 2017 مع المؤتمر على عبد الصالح، ومن 2017 ل 2020 مع السعوديه، ومن 2020 ل 2021 علماني، ومن 2021 ل 2023 ملحد، ومن 2023 يعمل ل 2025 بايت يهود، ومن 2025 ل 2028 بايت نصر، ومن 2028 ل 2030 بيرجع بودي. وعلى هذا انسان تقلب حسب الفلوس حسب المصاري. بس هو كان مفكر انه كل ما خرج من حزب يدوا له قرشين، واذا ما رضي يجيبوا له فلوس ينتقل لحزب ثاني. فكرنا الاسلام مثل احزاب، يخرج ويقول له دار الافتاء ولا الازهر ولا هيئه كبار العلماء في السعوديه تعال بندي لك فلوس. الانسان هذا يتقلب 24 قلوب، ليس له مأمن، والناس كلها تعرف على البخيتي، كلها تعرف حسب الفلوس. ولا انسان يجلس 15 الى 16 ساعه في بث مباشر، ايش مصلحته؟ يلحد ما عندنا مانع، الله غني عنك وغني عن اسلامنا. الله غني عن لحاتك وغني عن اسلامنا وعن ايماننا. الحد كما شئت، واكفر كما شئت، واشرب واسكر وابطر كما شئت، لكن انت تدعو الى حريه الاخرين وحريه الاديان والديمقراطيه وغيرها، لكن تسيء الى 2 مليار مسلم. الحد كما شئت، ما حدا قال لك شيء. اكفر كما شئت، ما حدا قال لك شيء، لكن بينك وبين نفسك. اللي سال مقدسات الناس عيب وحرام. انت تزعل اذا حد اساء اليك ولا لاسرتك، ما بالك باساءه اهل رب مقدس والقران وكتاب سماوي يقدس اكثر من 2 مليار نسمه. هذا حبيت اوصل في الرجل هذا ما اضاف شيء، ولو لو قدنا مجنون، ولو قدنا مقرح فيوز، ولو قدنا لو مثلا قدنا عاد الزع طريق من طريق البخيتي ما عاد شلاش منه. كنت انسان ما قرأ ولا كتب ولا دون ولا كتب ولا الف ولا شيء، ما بيش معه شيء. قد يلحد الواحد على يد مهندس نرويجي، على يد عالم الماني، على يد فيلسوف امريكي، على يد مخترع بريطاني. الحد على الواحد او يخرج او يتعلمن لا قد مجنون وقد الشيطان زاد عليه، على يد عالم اوروبي يخترع وذي هندس وذي ابتكر. الحد على يد واحد، ولا علماني على يد واحد. كل جل ما فيه له بس يطلع بيرة، بس البيرة فايدة، ويتحدث عن النساء واستمتعوا بالنساء واستمتعوا بالخمر والبيرة. على ايش؟ على ايش تبعك الواحد؟ وكل ادلتك وبراهينك وكتاباتك تديها من ناس اخرين. قال القصيبي، قال اينشتاين، قال نيتشه، قال سقراط، قال ارسطو. بس اما انك تكتب شيء ولا تدون شيء ولا تبتدع شيء ولا تكتب ولا شيء، الحد بس على الفاضي، بس يلحد الواحد بس يتبعوك بس. وعلى فكره معظم الشباب دي متاثرين شويه مع البخيتي، هؤلاء ليسوا ملحدين ولا علماني، هذا فقط باحثين عن شهوه وعن كاسه خمر، وفور ما ينتهي من شهوته وينتهي من كاسه بيرجع البيت وصلى وقام يستغفر الله ويتوب يبكي طول الليل. هذا كله لا صدقوا، لا تصدقوا على الاطلاق. الدين هو باقي، لم يتاثر لا بعشرات الحروب الصليبيه ولا بتشويه ولا باعلام ولا بصحف، وقد قاموا عليه من 1400 سنه هم ليل ونهار قاموا فوق المسلمين بحروب وقطاع وسحل ونحر، ولم يتاثر. ليش؟ هو دين اوجده الله ليبقى. هذا الرساله اللي حبيت اوصلها اليوم. فدي عاد كذا بيصدقوا على البخيتي في بعض الاشياء. ايش يضمن لك ان الرجال بعد سنتين لابد مسلم؟ انه قد تقلب 20 قلب و20 مع 20 حزب مع 20 جماعه، وها احلقوا دقني بعد كم سنه ما يدري الا هو لابس حق العمره وفي مكه ويقول لكم انا كنت، وبعدها طبلوا لانفسكم.